مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بصحة وعافية. اليوم جي لكم فيديو جديد فيديو تبعنا. جبت لكم طيارة درون دي جي ميني فونف برو. طبعا بالإنجليزي بنقول 5، بالألماني بنقول فونف. المهم هاي دي جي ميني فونف برو. بدي افتح الصندوق وبدنا نحكي شوي عن ميزات هذا الطيارة الدرون. خليكن معنا. يا هاي شنطتها. هاي جسم الطيارة. هلا شوي بنحكي عن التفاصيل. خلينا اول شيء افتح الصندوق قطع بعدين بحكي عن ميزات هذه الطيارة. طيب طيارة، وهي 3 بطاريات. لا. هاي بيجي 3 عدسات. هاي بعتقد العدسات فيها. ثلاث عدسات، واحدة 8، واحدة 32، واحدة 128. 3 عدسات. طبعا في شيء مهم، وهاي ريمون كنترول. اللهم صل على النبي. طبعا انا كان عندي دي جي ميني الرابعة اللي فيها. هلا اشتريت الخامس. هي دي جي ميني فونف برو. بيجي هلا فيها ميزات حلوة احسن لسه من هذيك، وفيها ميزات اقوى من هذيك لسه. المراوح هي 6 مراوح. طبعا المراوح كل المراوح القدامية والورانية مو نفس الشيء، ما بيطبقوا على بعض. لهيك بيجي تقريبا 5 في لسه واحدة ثانية. أنا هاي 6. اوكي. هلا نفتح الطيارة. شو بميز طائرة دي جي ميني الزفاي وندغاي ومفيا ومفونف؟ الأهم ميزة فيها وزنها أقل من 250 جرام. ما بحتاج أنا هون بألمانيا، مقيم بألمانيا. ما بحتاج لا لتصريح ولا تروح تسوي شهادة طيارة درون ولا شيء. إذا كان وزنها فوق ال 250 جرام لازم تسوي شهادة، بس أقل من 250 جرام ما بتحتاج لا شهادة ولا شيء. ومع إنه بتصور بدقة عالية وبجودة يعني 4K ونقاوة كتير عالية، كواليتي كتير عالي. المهم هاي الأول ميزة اسمه الحماية من قبل. النسخة الأقدم منها الرابعة، هي الخامسة. النسخة الأقدم منها كانت هي قطعتين الحامي، هاي مسوينا قطعة واحدة. الميزة الثانية المراوح النسخة الأقدم من هاي الرابعة بقصد، وهي هلا الخامسة، كانت هون براغي لازم تفك. يعني لازم يكون لا سمح الله اذا صار معك شيء وانت عم بتطير، هدول حسنا بده يكون معك مفك. هدول بالطقه هاي بتشيلها بتركبها هدوليك. فتحناها. خلينا نحكي عليها هيك شوي لانه بس حطيت اسمه البطاريه بتشتغل.
ولو اسمه بصير فيها مثل، يعني بصير فيها كونتاك. المهم طبعا معدل البطاريه، مع البطاريه 298 جرام بتجي. هاي الميني ديجي ميني الفونف بتجي اكبر بشوي، صغيره صغيره من النسخه اللي قبلها. وبطاريه، هاي البطاريه، البطاريه اللي قبل كانت تقريبا شي 33 دقيقه، 33 دقيقه العاديه. طبعا هاي تقريبا سووها شي 38. الشركه بالمواصفات كاتبين 45 دقيقه، بس ما تحملت 45 دقيقه. تقريبا شي 37 38. ولسه انا بطيارتي القديمه كنت احملها 30 دقيقه اوقفها. اشتغل لحاله اسمه حساسات اللي بحكي عليها. فتحة الكاميرا هاي بتجي اكبر 1.8. طبعا القديمه كانت 1.1، هاي 1.8. طبعا شو بيختلف هاي اذا كبرت فتحه العدسه؟ نقاوه وجوده التصوير، وخاصه بالليل والاضاءه، هيك شغلات هاي بكون احسن من القديمه. هاي كمان حكينا عليها. نقطة تانية، في نقطة تانية كتير حلوة حابب احكي عليها. الرجوع الذكي. ايش معنات الرجوع الذكي؟ هلا بالقديمه اذا انقطع الانترنت او اسمه الجي بي اس ما كان يرجع على نقطه البدايه. اذا انقطع الجي بي اس، هاي بدون الاقمار الصناعيه، حتى لو في شبكه ما في شبكه بيرجع على نفس المكان اللي انت اقلعت منه. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه كمان مثلا احتمال تكون بالسفينه انت عم تتحرك، اذا بده يرجع على نفس النقطه اللي انطلق منها بكون راحت على البحر. لا، سووا ميزه جديده انه في بالخيارات بالاعدادات كومباك بتساوي محل ما موجود الريمون كنترول. وين موجود الريمون كنترول يرجع على نفس المكان. مثلا انت بالسفينه او بالسياره او بشيء جسم متحرك، يرجع على نفس اسمه المكان الموجود فيه الريمون كنترول. الريمون كنترول طبعا بكون معك نفس المكان تنزله. مقاومة سرعة الرياح القديمة كان تقريبا شي 33. هي عاملينها النسخة القديمة اللي أقدم من هاي عم بحكي. هاي سووها حاليا مقاومة الرياح وصل ل 43 كيلو. يعني طبعا هي كمان مشان واحد يكون أضمن ما يطيرها أكثر من 40 كمان. 40 38 شفت هيك حاج نزل الطيارة. طبعا بالاعدادات بتبرمجها كذا، بس صارت سرعه الرياح كذا. بقول لك هون ببين معك انه سرعه الريح كذا 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 بتنزلها. طبعا القديمه انا هلا بعمل لكم شو الفرق بين هي والنسخه القديمه منها. هلا هي الفونف قلنا القديمه كمان كان في حساس دور بداراتها. مثلا اي عائق، اي مانع او شجره تكون قدامها تقريبا قبل مترين بتوقف لحالها، بتوقف. هاي القديمه ما كان بس كان نهاري، هاي ليلا ونهارا. طبعا النهاري دور مدارات 360 درجه، بس بالليل فقط الامامي. هاي وحده. الاتصال تقريبا شيء بتحمل 9 كيلومترات. يعني الريموت كنترول بعيد عن الطياره تقريبا شيء 9 كيلومترات. ما بينقطع الجي بي اس، ما بينقطع الانترنت، ما اي شيء. يعني بتحكم فيه بكل سهوله. كمان فيه ميزه حلوه، الكاميرا تقريبا بلف وبدور 255 درجه، مو 360 درجه مشان ما نكذب. 255 درجه بتلف تقريبا دور مدارة تقريبا. القديمه كانت ما بعرف بالضبط، بس هاي 255 تقريبا. وسرعتها سرعه الطياره بتحمل تقريبا 68 كيلومتر. 68 كيلومتر. القديمه ما كان هيك. القديمه كان اقل من هيك بشوي. يعني فرق بضع كيلومترات، مو اكثر. هي الطياره هلا رفعتها شوي، اكثر من هيك ما برتفع. عم تقول لي انه المسافه مو فوق في حيط،
لأن حاطين مستشعر في حواليها مستشعرات مفعلية هون، أكثر من هيك ما بطلع. ليش؟ لأنه في حيط، في عائق قدامه. طيب نشوف لقدام كمان. لا هيك ولا هيك لهيك. بطلع شوي بس قدامي اتصفر. ليش؟ امتى من هلا رفعت الطيارة. طبعا اسمه اكثر من هيك. شوف هالصوت عم تطلع منها لانه في عائق قدامها، حيط. ما بتروح كمان. ما بتتحرك يعني. ما بيرتفع بس بتحرك. ليش؟ لانه الحساسات دون ما دارتها، مو لانه في حيطان، لهيك ما بتتحرك. هون عم بتقلي قدامي بيقول لي انه في حيطان حواليها، انه في عائق. ما بقول الحيطان، بقول في عائق. مثل ما شفتوا طيرنا درون. طبعا هون بالغرفه ما حبيت اصور بالدرون، ما حبيتها. المهم جربناها، كل شيء نظامي، كله تمام ان شاء الله. بس هيك يصير الطقس كويس، يعني هاي سرعة الريح والطقس يكون مناسب حتى تصور. نحن موصلناها على اساس يجينا بشهر الاول، منتصف الشهر الاول. بس هلا وصلنا، ما بعرف، ما في مشكله، اجت بكير. اوكي، على كل حال لا تنسونا تحطونا لايك وتفعلوا لنا زر الجرس، وقولوا لنا اي مدينه بتحبوا نصورها، اول مدينه هيك قريبه من بريمن نروح نصور المدينه وكذا. بس هون في شغله، في اماكن ممنوعه ما فيك تصورها. اذا طيرت درون وهنيك مكان ممنوع، مثلا مخفر هيك شغلات، دوائر حكوميه بنزلوا لك الدرون مباشره. في عندهم هون اجهزه، حتى هون على الخريطه ببين معك انه هاي المنطقه ممنوعه. يعني مثلا قلعه برات المدينه، هيك شغلات عادي، مو ممنوعه. يعني في اماكن واماكن، حسب يكون مسموح. قولوا لنا نحن اول مدينه يكون قريب علينا من بريمن، اكتبوا لنا بالتعليقات نصوركم اياها.